القنيطرة حين واجه الخطر بلا تردد. زكرياء يضحي بوجهه من أجل أمن المواطنين. تعرض رجل الأمن الشاب زكرياء من فرقة محاربة العصابات بولاية أمن القنيطرة لإصابة خطيرة على مستوى الوجه أثناء تدخل أمني لتوقيف شخص بمنطقة الحدادة، وبالضبط بالقرب من إعدادية مولاي إسماعيل، إذ كان الأخير يحمل سكينا ويهدد به كل من حاول الاقتراب منه. وعندما تدخل الشرطي البطل حاول السيطرة على الشخص الهائج، قام هذا الأخير بتوجيه ضربة غادرة بواسطة السلاح الأبيض مباشرة إلى وجه الشرطي المذكور، وكل هذا في سبيل الوطن وإنقاذ المواطنين من ذلك الشخص الذي مات في الأخير بسبب رصاصة تلقاها على مستوى الصدر. لإصابة الخطيرة على مستوى الوجه استدعت خضوعه لعدة غرز جراحية، وتسببت له في آلام تمنعه حتى من تناول الطعام. خلال نفس التدخل أصيب كذلك الشرطي المهدي الدي، أصيب بكسر في رجليه، وعدد من العناصر الأمنية الأخرى التي أبانت عن شجاعة عالية وتفان كبير في أداء الواجب. وكانت دورية للشرطة قد انتقلت إلى منزل المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 41 سنة، على خلفية أبحاث تتعلق بتخريب منشآت عامة، ليقابل عناصر الشرطة بمقاومة عنيفة. وخلال هذه المواجهة تعرض الشرطي زكرياء لاعتداء بسلاح أبيض، مما اضطر أحد زملائه لاستخدام سلاحه الوظيفي. وقد تم نقل المشتبه فيه المصاب إلى المستشفى حيث توفي، فيما تم وضع رجال الشرطة المصابين وعددهم 8 تحت المراقبة الطبية. الجرح وسام والواجب نداء. دعواتكم بالشفاء العاجل للشرطي زكرياء فتحية إجلال وإكبار للعناصر الأمنية التي تساهم بشكل كبير جدا في استتباب الأمن وحماية ممتلكات الأفراد والجماعات، وبالتالي إعادة الطمأنينة إلى نفوسهم.